بسم الله الرحمن الرحيم. الصحابي الجليل ضرار بن الأزور الأسدي هو مالك بن أوس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن عدنان الأسدي، وقد كان له مال كثير، وكان فارسا شجاعا شاعرا من المحاربين الأقوياء ومحبي المعارك، ولقب من صحابة رسول الله بأبو بلال. ويتميز ضرار بن الأزور بأنه لديه الكثير من المعنويات العالية، ويرجع السبب في ذلك إلى ثقافته ودرايته الكاملة بعلم التكتيك، فكان لديه القدرة على خلق رفع وتوطيط عزيمة المقاتلين معه، فينشأ ويبث بهم روح القتال والتضحية من أجل الدفاع عن الأرض والرغبة الشديدة والملحة في الانتصار أو نيل الشهادة. وعلى مدار حياته كان يتمنى أو ينال الشهادة مثلما نالها والده وجده في ميدان المعركة. وعن سيرة الصحابي الجليل ضرار بن الأزور الأسدي يحدثنا مفتي المملكة الأردنية. هي عن صحابي جليل، وهذا الصحابي كان شاعرا من شعراء العرب المعتبرين، وكان غنيا من أغنيائهم، وكان يعتز بشجاعته وقوته في الجاهلية، وكان إذا ذكر هذا العربي كان يدب الرعب في قلوب الآخرين، ألا وهو ضرار بن الأزور من بني أسد. وضرار أسلم قبل الفتح، وكان كما قلت من الأغنياء، فعندما دخل الإيمان إلى قلبه فأحيا قلبه الإيمان، فترك كل ما يملكه، وكان يملك ثروة طائلة، كان يملك 1000 من الإبل، فتركها مع رعاتها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أمدد يدك أبايعك. فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام. المعركة الأولى للصحابي الجليل سيد الأمير ضرار بن الأزور الأسدي في معركة أجندين عام 13 هجريا، وهي المعركة كانت بين جيش المسلمين وجيش الروم بقيادة قائد الروم وردان. وكان من أبرز انتصار جيش المسلمين على أعدائه هو انضمام العديد من الأبطال والفرسان إلى جيش المسلمين، وكان من أبرزهم الصحابي الجليل ضرار بن الأزور الأسدي. المعركة الثانية للصحابي الجليل ضرار بن الأزور الأسدي وهي معركة مرج دهشور، حينما انتصر ضرار بن الأزور الأسدي في معركة الأجندين واستطاع أن يقتل قائدهم، كان ذلك حافز شديد له جعله يتمكن من الانطلاق إلى خوض معارك أخرى بكل فخر وثقة في الانتصار. والمعركة الثالثة للصحابي الجليل ضرار بن الأزور، وعرف عن الأمير ضرار بن الأزور إنه كان بطل وفارس، وعرف عنه الثقة بالنفس وإنه لا يخاف الموت، لعل هذا من الأسباب التي جعلت القائد خالد بن الوليد يختاره ليكون قائد معركة اليرموك. وبالفعل استطاع أن ينجح في مهمته ويقوم بقتل عدد كبير من المحاربين في جيش الروم. وعن سيرة الصحابي الجليل ضرار بن الأزور الأسدي يحدثنا فضيلة الشيخ إمام رشيد محمد، إمام وخطيب مسجد سيد الأمير ضرار بن الأزور بقرية هو بن حمادي. مكان نحن نتحدث بجوار هذا الصحابي الجليل. هذا الرجل قاد معارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد انتقال النبي قاد معارك أيضا مع صحابة رسول الله في كثير من الغزوات مع الرومان ومع غيرهم. ولكن اختلف الناس هل هو
دفن في هذا المكان أم لم يدفن؟ هو دفن في هذا المكان. أنه اشترك أيضا في قتال الروم في معركة اليرموك وفي فتح دمشق وفي معركة اليرموك، عندما طلب عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه فقال: من يبايع على الموت؟ فكان أول المبايعين هو ضرار بن الأزور وعن سيرة الصحابي الجليل ضرار بن الأزور الأسدي يحدثنا الأستاذ محمد عبد الحميد من رواد مسجد سيد الأمير ضرار بن الأزور الأسدي بحاجر جبل هو بنجع حمدي. بالصلاة على حضرة النبي، يعني بيبقى في شهر 4 ويجيب نخبة من المداحين والوعظ والإرشاد وحبيبنا في الله، يعني أخواننا في الله بيجوا هنا من جميع أنحاء الجمهورية، يعني من سوهاج وأسيوط وبحر وقبلو كده يعني. وبيبقى المولد بالصلاة على حضرة النبي يعني كبير، يخش في 10,000 15,000 10 كده. الاحتفال بمولد سيد الأمير ضرار بيستمر كم يوم؟ بيستمر لمدة 7 أيام. 7 أيام. نعم. يعني مريدين وأحباب وأحباب وناسنا أهل الحتة برضه واقفين. نعم.